على بعد 8 كيلومترات غرب القنيطرة في الضفة اليسرى لوادي سابو، وعلى مقربة من مصب الوادي، توجد مدينة مهدية بمسماها الحالي في موقع استراتيجي لانفتاحها على المحيط ووجودها في منطقة غنية بالمواقع الأثرية، إضافة إلى مميزاتها المعمارية والأركيولوجية النادرة. قصبة المهدية هي كما قلت أحد المواقع المهمة اللي عندها تاريخ مهم في منطقة الغرب. تتميز بتاريخ تعرفنا عليه عبر النصوص التاريخية، والذي يحكي عن مدينة في العصور القديمة أي ما قبل الإسلام، مدينة تيمياتيريا. تتحدث أيضا النصوص عن تاريخ مدينة المعمورة في خلال العصور الوسطى، وخصوصا خلال العصر الموحدي القرن الثاني عشر. ولا يعلم الكثير عن تاريخ الموقع، خاصة في الفترة التي تفصل بين بنائه أول مرة في الحضارة القرطاجية في القرن الخامس قبل الميلاد تحت مسمى تيمياطيريا، وحتى القرن الثاني عشر الميلادي في فترة حكم الموحدين، حيث أطلق عليها زمنئذ اسم المعمورة. لكن المدينة وبعد هذه الفترة شهدت تعاقب العديد من المعمرين، بداية من البرتغاليين ثم الإسبان خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، حتى استعادتها من قبل المولى إسماعيل الذي أطلق عليها اسمها الحالي، وأعاد بناء القصبة والعديد من البنايات داخلها. بعد 1681 تم استرجاع القصبة في العهد العلوي، وبالضبط في عهد المولى إسماعيل. وعند استرجاع القصبة تم بناء معالم وأثارات أخرى، منها مثلا المدرسة، المسجد، الفندق، دار الحاكم أو دار المخزن، بالإضافة إلى إضافة تحصينات أخرى وحصون، بالإضافة إلى إعادة بناء باب الذي شاهدتم والذي يسمى بباب جديد، وهو من الأبواب التي تميز يعني المعالم المغربية وقصبة مهدية. وبالإضافة للأهمية التاريخية للقصبة، تتميز هذه الأخيرة أيضا بخصائص جيولوجية فذة تعود للعصر الرباعي، وذلك راجع للعوامل الطبيعية التي أفضت إلى تكوين الصخور المتواجدة بالمنطقة، والتي تعرف بكونها صخورا رسوبية رملية وبحرية، نتاج حركة المد والجزر المتواصلة خلال أكثر من 125 ألف سنة. La majorité des constructions لقد استعملت في بناء غالبية بنايات هذه القصبة صخور رملية كلسية تعود للزمن الرباعي، ويعتبر موقع مهدية موقعا ذا أهمية كبرى لما له من خصائص إيكولوجية وجيوسياحية، ولهذا يمكن لهذا الموقع أن يضطلع بدور مهم في التنمية المستدامة للمنطقة وللبلاد عموما. هذه التحفة الأثرية ونظرا لكل المميزات التي اجتمعت فيها، تعتبر بالإضافة لكونها تجذب اهتمام علماء الآثار والجيوفيزياء موقعا فريدا على المستوى السياحي، إذ أن من شأنها الإسهام بشكل كبير في إنعاش السياحة البيئية وإضافة قيمة نوعية للتنمية المستدامة بالمنطقة.